من هو السقحان؟ اقعد معي لاخر الفيديو باش تكتشف ايش معناتها السقحان. بالنسبه لموضوع التآمر على امن الدوله هو موضوع متشعب ومش موضوع سهل، وفما اصلا فيه وثائق سريه للغايه اللي طلع عليها كان قاضي التحقيق فقط، ما يطلعوش عليها حتى المحامين، حتى هيئه الدفاع ما تنجمش تطلع عليها لانها تقارير استخباراتيه وتقارير معناها داخليه وخارجيه. هذا يستحيل في القانون التونسي، ممنوع في القانون التونسي، وانه قاضي تحقيق يطلع على وثيقه لا يعرضها على المحامين وعلى المتهمين، ممنوعا منعا باتا، وحتى كان سما وثيقه من النوع هذه لا يمكنه اعتمادها الا بعد ان يعرضها على المحامين وعلى المتهمين. هذا قانون بلادك، وهذا قانون الاجراءات اللي تمشي به المحاكم في تونس عندها اكثر من قرن. خلينا نحكيو هيئه الدفاع تحدثت مع قداش عندنا نسمعوا فيها في القنوات الداخليه والقنوات الخارجيه وكل يتحدثون على اجراءات المحاكمه ولا يتحدثون على فحوى الملف. انا ناكد لكم اني انا الملف نشرته اكثر من مره في صفحتي. نشرت الابحاث لدى بحث البدايه، نشرت السماعات الاستنطاقات نتاع قاضي التحقيق، نشرت قرار ختم البحث، نشرت الاختبار نتاع اسامه رحمه على الهواتف. شوف، تحب تدافع على السيستم اوكي، تحب تدافع على القمع اوكي، تحب تهز الطحين باهي اوكي، نجم نفهم الطمع واللهفه اوكي، على جرد زو سوردي اوكي، على بالك شي منصب اوكي، على شركه اهليه باهي اوكي، اما تعال كل خلينا نتكلم يا مدى، خلينا نتكلم يا مدى، لانه زور خليني دقيقتين مسكينه بيه لانه رجع لي خويا وقتي كيما في البرنامج، رجعوا لي وقتي يا خويا. امشي كل ما نتكلم تنكس علي، كل ما نتكلم تنكس علي، لهالدرجه ما توجعت؟ سي بون توجعت برشا لهالدرجه؟ لا جميل. وقت اللي تتهجم على امراه لا يزي حزينه، لا يزي بغصتها على اخوها مسكينه، بغض النظر مظلوم ولا مش مظلوم، ولو فرضنا حتى وكان جوهر يطلع عامل بعمايله، حتى في الحاله هذيك فانت ساقط وعديم الرجوله والشهامه، فما بالك كان يطلع مظلوم وخاطي حاسيله. ما نتصوركش تفهم قصدي، خاطر حتى وكان السيده هذه في موقف ضعف جاوبتك وخرجتك عفات كيما السيستم اللي تدافع عليه. تو تذكر اللي كي تغزل روحك في المرايه لا تحينك ولا سقطيتك باش ينقذوك من نظره الاحتقار اللي باش تكون في عينيك، ايها الساقط الطحان السقحان والعياذ بالله.